السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد من ميجا ستور وحلقة جديدة. النهاردة جايب لكم موديل جامد جدا، ديل بريزيشن 7520 اي 7 بروسيسور اتش كيو مع رامات 16 جيجا وكارت شاشة انفيديا 4 جيجا. بس قبل ما ابدأ بالحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من غير ما نرغي كتير. يلا نبدأ بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هي التصميم وشكل الجهاز. اللابتوب نازل معانا بالخامه من المعدن وفي جزء كبير من الكربون فايبر. طبعا نازل بشاشه 15.6 بوصه وكيبورد كامل، طبعا في كالكوليتور في الجنب وطبعا بينور. نازل بشاشه فول اتش دي 15.6 بوصه، طبعا بتتفتح 180 درجه وده زي ما قلنا بيدي عمر اطول للمفصله انها تعيش. طبعا نازل من بره اسود ومن جوه اسود، طبعا في حليه من الجنب هنا بيبقى لونها رصاصي ودي بتبقى كلها من المعدن. دي برضو الجزء ده بتاع المفصله من المعدن زي ما انت شايف كده، وفي الحروف كلها هنا معدن زي ما انت شايف كده. طبعا دي فتحات التهويه بتاعته، مروحتين، مروحه للبروسيسور ومروحه للفيجا طبعا عشان التبريد القوي. ده الشكل العام بتاعه، وده الظهر هنا برضو نازل من خامه من المعدن. نيجي بقى لمواصفات الجهاز، البروسيسور والرامات وكارت الشاشه. اللابتوب نازل بروسيسور كور اي 7 6820 اتش كيو، ده بروسيسور ب 2.7 جيجا هرتز بيوصل ل 3.6 جيجا هرتز. طبعا نازل ب 8 ميجا كاش و4 كور. نازل برامات 16 جيجا من نوع دي رام 4 قابله للزياده لحد 64 جيجا، ومعاه اس اس دي 512 جيجا، وطبعا في مكان لهارد تاني ده الاس اس دي بتاعه 512. طبعا نازل بكارتين شاشه، واحد انتل اتش دي 530، وطبعا الكارت بتاع الشغل البيزك زي الفيديوهات وتصفح النت والحاجات دي. وطبعا الكارت التاني انفيديا كوادرو ام 1200 بحجم 4 جيجا دي رام 5، طبعا بيوصل ل 36 جيجا. طبعا عشان يوصل معاك للشير ميموري 36 جيجا هتحتاج تركب رامات حوالي 64 جيجا. سعر الرامه 16 جيجا في الوقت الحالي تركب في اللابتوب حوالي 1000 جنيه، يعني انت محتاج ب 3000 جنيه رامات عشان يوصل ل 64 جيجا. نيجي بقى للتاتش باد بتاعته. التاتش باد زي ما انت شايف كده طبعا نازله بماوس زي معظم اللابتوبات الديل، تيجي بماوس هنا في النص. طبعا الماوس ده محدش بيستخدمه ودي الكليكات بتاعته، وطبعا دي التاتش باد بتاعته سلسه جدا، وطبعا ما ينفعش تشتغل بيها جيمز او تصميمات، وطبعا الكليكات بتاعته. هنيجي بقى للمخارج والمنافذ بتاعته. اللابتوب نازل هنا بمخرج اس دي كارد، وده الكفر بتاعه، ممكن تدوس على الكفر ده كده لو عايز تصلعه وتركبه تاني. ده مخرج اس دي كارد لو عندك كارت ميموري عايز تشغلها عليه، وده مخرج الصوت بتاعه، وده يو اس بي 3. في هنا 3 يو اس بي 3، وده طبعا اللوك بتاعه. لو لفينا ورا هنلاقي هنا المخارج التهويه بتاعته مخرجين للفانه، طبعا التهويه بتاعته قويه جدا ما شاء الله. اللابتوب عشان تخين ركب فيه مروحتين كبار جدا قادرين يطلعوا كل السخونيه اللي تطلع من اللابتوب. وده طبعا اللام بتاعه لو عندك كابل نت عايز توصله بيه. في الجنب الثاني هتلاقي مخرج تايب سي هنا لو عندك اي وصله عايز تشغلها، سواء تشحن موبايلك او تطلع اتش دي ام اي. وطبعا هتلاقي جنبه في اتش دي ام اي، وده ديسبلاي بورد، ده برده مخرج شاشه. وفي هنا اليو اس بي 3 بتاعه. طبعا هتلاقي هنا السماعات بتاعته، سماعتين جامدين جدا وصوتهم عالي. وطبعا اللابتوب نازل بكاميرا ومايك وصوته عالي جدا. ادي الكاميرا بتاعته وده المايك بتاعه. طبعا الكيبورد بتاعه لايت. في موديلات منه طبعا بتنزل من غير كاميرا بس بتنزل من مايك بس. طبعا احنا بنقول للعميل او بنخيره سواء اللابتوب فيه كاميرا او لا، او حتى ليها استخدام عنده او لا. في ناس ما بتحبش الكاميرا لان بيقول لك في ناس بتخترقها ودايما انا مغطيها، وفي ناس بتقول لك لا انا عايز لابتوب فيه كاميرا عشان شغلي كله بيزنس وبحتاجها في الشغل بتاعي. بعد ما شفنا مخارج ومداخل اللابتوب هنيجي بقى نفك اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه. بس قبل ما نفك اللابتوب من جوه ما ننساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، عشان طبعا انت عارف قد ايه انا بتعب في الفيديو ده سواء تصوير او مونتاج عشان اعرف انزله على القناه. ونجيب الفوطه الظريفه بتاعتنا عشان اللابتوب نحافظ عليه من الخرابيش ونحطها كده نقلبه. طبعا اللابتوب ده فيه ميزه في ايه؟ طبعا اللابتوب ده في ميزه مش موجوده في اي لابتوب تاني، وهي ان بطاريته بتتشال. طبعا معظم اللابتوبات الجديده بتبقى بطاريه بيلد ان وصعب ان انت تشيلها، فده الميزه بتاعته ان بطاريته بتتشال، ممكن تشيلها وتشتغل بالشاحن لمده 24 ساعه. بس ده طبعا مش هيسعفك لو انت بتعمل مشروع والنور ممكن يقطع منك فجاه والمشروع بتاعك يروح. فطبعا انا ما انصحش ان انت تشيل البطاريه. هنشيل الكفر بتاعه، الكفر بتاعه زي ما انت شايف كده معدن. هنشيل الكفر ونخلع البطاريه كده طبعا عن طريق اللوك ده. ادي البطاريه اتشالت. هنلاقي هنا في مكان لهاردين، ده مكان اتش دي دي ممكن تشيله هنا. في ناس طبعا بتركب اس اس دي هنا، بيبقى عنده 2 اس اس دي، ده هنا. طبعا اللابتوب جاي بهارد اس اس دي ام دوت 2 512 جيجا. عشان تفك وتفك المسمارين دول كده، طبعا عشان تفك هتسحب الكفر لبره كده بسم الله. هتلاقي عندك مروحتين زي ما شايف تخان جدا، طبعا تبريدهم قوي قوي. دي مروحه للفيجا ودي مروحه للبروسيسور، ودي كارت اللام بتاعته.
هنا في بنكين للرامات، ممكن تركب في كل بنك 16 جيجا. طبعا راكب فيه اس اس دي ان في ام اي 512 جيجا، وده طبعا مكان التهويه بتاعته زي ما انت شايف كده، وتبريده بيطلع من هنا. دي بتطرد السخونيه من الفيجا والبروسيسور وبتطلعهم بره. طبعا بعد ما شفنا اللابتوب من جوه هنرجع نقفل كل حاجه تاني. نركب مكان الهارد بتاعه، نركب كمان البطاريه، نركب الظهر. طبعا في هنا المسمارين دول بتركبهم كده، لازم تتاكد ان هم مقفولين كويس، تضغط عليهم وتزق لجوه. هتركب برده المسمار ده كده. بعد ما تركب المسمار الثاني هتيجي هنا في لوك لازم تسمع صوته وهو بيقفل كده كده. ايه اللوك اتقفل ورا وقدام. بعد ما شغلنا الجهاز تاني وقلنا مميزاته، نيجي بقى لعيوبه. عيوب الجهاز ان هو تخين جدا ووزنه تقيل وواخد شكل قديم قوي اللابتوبات. هو اي نعم لابتوب كويس جدا، طبعا بيشغل برامج هندسيه والعاب تقيله. هو اي نعم مش مخصص للالعاب او مش اتجاهه للالعاب، بس هو اتجاهه للريندر، لان الفيجا بتاعته كوادرو. هو كشغل محترم جدا، كفئه سعريه جامده جدا، انما كشكل وكوزن طبعا مش افضل حاجه. لو حبيت تجيب نفس المواصفات ونفس الشكل دي في لابتوب تاني يكون اخف الوزن، طبعا هتلاقيه برقم تاني جدا، هتزود على ثمنه حوالي 5 6000 جنيه، وهتجيب الديل بريزيشن 5520. دي طبعا فئه تانيه خالص وهنتكلم عنها برده في الحلقات اللي جايه. طبعا اللابتوب زي ما قلنا ان هو من ورا برده بيبصم كالعاده من شركه ديل في كل بصماته. طبعا الناس اللي بتعرق كتير او ايديها بتعرق كتير طبعا لازم تمشي بوايس عشان برده يفضل محافظ على نظافه اللابتوب بتاعه. الشاحن بتاع اللابتوب بيجي بشاحن 180 واط، ما ينفعش يشتغل عليه 130 واط لانه بيدي رساله وبيشحن البطاريه ببطء جدا. فنصيحه لما تيجي تشتري اللابتوب حاول تشتريه بشاحن 180 واط او 240 واط. طبعا بعد ما قلنا عيوب اللابتوب ومميزاته، هنتكلم دلوقتي عن الاداء بتاع اللابتوب سواء في البرامج الهندسيه او الجيمز. بس قبل ما نبدا في البرامج الهندسيه او الجيمز، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نيجي بقى للبرامج الهندسيه، هنفتح الاوتوكاد وال3 دي ماكس مع بعض ونشوف ادائهم هيبقى عامل ازاي. فتحنا الاوتوكاد وما شاء الله الاوتوكاد شغال عليه كويس قوي. طبعا في نفس الوقت شغالين على ال3 دي ماكس. طبعا احنا اكيد مش بنرندر على اللابتوب، بس طبعا على الاقل بنفتح البرنامجين مع بعض، وكمان بنفتح معاهم فوتوشوب ونشوف الاداء مع الثلاثه عامل ازاي. ما شاء الله الثلاثه شغالين بسلاسه جدا، مفيش اي تهنيج او لاج. طبعا زي ما قلنا اللابتوب ده مش مخصص للجيمز، بس هو ما يمنعش لو انت في وقت فراغ تلعب على اللابتوب. بس طبعا احنا زي ما قلنا ان احنا مالناش في الجيمز قد كده، فنزلنا عليه بيس 17 وعلينا الجوده بتاعتها، وما شاء الله جربناها واللعبه ما شاء الله تحفه، شغاله كويس جدا وعلينا الجوده بتاعتها وما شاء الله مفيش اي تهنيج. طبعا دي اللعبه بتشتغل على معظم اللابتوبات اللي في الفئه السعريه المتوسطه مش العاليه قوي. بعد ما جربنا الالعاب والبرامج الهندسيه على اللابتوب وطبعا اشتغل بكفاءه كويسه قوي، نيجي بقى لمتوسط سعر اللابتوب ده. سعر اللابتوب ده ديل بريزيشن 7520، طبعا بكارت شاشه 4 جيجا مش 2 جيجا، ومن نوع انفيديا ام 1200. المتوسط السعر بتاعه من 12500 جنيه ل 13500 جنيه برامات 16 واس اس دي 512 في الوقت الحالي نزل فيه الفيديو. وبكده هنكون خلصنا حلقتنا عن ديل بريزيشن 7520، اللابتوب اللي بكارت شاشه 4 جيجا. طبعا بينزل من اللابتوب ده كروت 2 جيجا، هنتكلم عنها برده ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. بس قبل ما نختم حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد ميجا من ميجا ستور، اشوفكم في الحلقه الجايه على خير.